وعندما تكون لاكشمي على وشك المغادرة يوقفها ريشي ويطلب منها عدم المغادرة أو تركه. لاكشمي ترى ريشي وتمسح دموعها وتغادر الغرفة. في هذه الأثناء تعود الجدة مع فيريندرا وأيوش وتدعو لاكشمي، ولاكشمي تأتي في الطابق السفلي مع أمتعتها، والجدة تسألها ماذا حدث، ويسأل فيريندرا لاكشمي لماذا طلب الطلاق ويسألها ماذا حدث. يحاول أيوش أخذ الأمتعة ولكن تقول لاكشمي أنها ستغادر. أيوش والجميع يسألون لاكشمي لماذا ستغادر، والجميع يطلب منها الإجابة ولكن لاكشمي تبقى صامتة. يطلب فيريندرا من أيوش إحضار ريشي لمعرفة الحقيقة. لاكشمي توقف أيوش وتقول ليس هناك حاجة للاتصال به، وأيوش يسأل لاكشمي لماذا ولكنها تبقى صامتة. ثم لاكشمي تأخذ الكلمة من الجدة أنها لن تسأل ريشي أو أي شخص ما هو سبب الطلاق. تأتي نيلام وتقول أنه ليست هناك حاجة لهذه الدراما وتقول أنهم لن يسألوها. نيلام تلوم لاكشمي وتقول أن ريشي طلقها لأنها ارتكبت أخطاء كثيرة وتطلب منها مغادرة المنزل. كاريشما تطلب من أيوش رمي حقيبة لاكشمي وأنها سيئة الحظ وتتجادل مع رانو ترى كل هذا وتنصح لاكشمي بقول الحقيقة للجميع. وتذكر رانو نيلام كيف أتت إلى منزلهم من أجل لاكشمي، ونيلام تلوم لاكشمي وتصفها بأنها ملعونة. تأتي شالو وباني ويدافعان عن لاكشمي، ونيلام تطلب من لاكشمي المغادرة مع عائلتها. رانو تدافع عن لاكشمي وتطلب لاكشمي من رانو التوقف عن الجدال مع نيلام. تتجادل رانو مع لاكشمي لأنها لا تزال تقف إلى جانب نيلام بعد حدوث كل هذا. ومن ناحية أخرى يقرر ريشي إيقاف لاكشمي، ولكن نفسه الداخلية تسأل ريشي كيف سيفعل ذلك ويذكر بالكلمة التي قالها لنيلام، ونفسه الداخلية تذكر بأنه خان لاكشمي وأنه لا يستحقها أبدا. بينما في الأسفل لاكشمي تضع صورة زفافها في الحقيبة وتغادر قصر أوبيروي. ترى لاكشمي نيلام وتتذكر ما قالته عن كونها فتاة سيئة الحظ وملعونة. تتذكر لاكشمي أيضا المرة الأولى التي دخلت فيها كزوجة ابن هذا المنزل. في هذه الأثناء تشعر لاكشمي وكأن ريشي يطلب منها عدم المغادرة. لاكشمي تستدير وتأخذ خطوتها إلى الوراء. تأتي كاريشما وتطلب من لاكشمي ألا تفكر في الأمر وتطلب منها مغادرة هذا المنزل. الجدة تذكر كاريشما أن لاكشمي هي زوجة ابن هذا المنزل، وبدلا من أن تطلب منها التوقف فإنها ترسلها بعيدا. كاريشما تذكر الجدة أن لاكشمي أعطت الطلاق لريشي، لذلك فهي ليس لديها أي اتصال بهذا المنزل بعد الآن. وفي الأعلى ريشي يقرر منع لاكشمي من مغادرة المنزل ويحاول فتح الباب، ولكنه يرى أن الباب قد أغلق من الخلف. ريشي يفكر لماذا الباب مغلق، ويظهر أن ماليشكا هي التي أغلقت باب ريشي لأنه قد يحاول منع لاكشمي من مغادرة المنزل. وتقول نفس ريشي الداخلية أن لاكشمي ربما أغلقت هذا الباب ليقول رمزيا أن علاقتهما قد انتهت. يقول ريشي أن لاكشمي لن تفعل شيئا كهذا. يقول ريشي أنه أنهى علاقتهما وليس لاكشمي. تقول نفسه الداخلية لريشي أنه ارتكب خطأ وعليه أن يدفع ثمن ذلك. تقول روح ريشي الداخلية أن هذا هو مصيره الخاص به، بينما تقول ماليشكا لنفسها أنها غيرت مصير ريشي لأنه ليس في قدر لاكشمي ولكن في قدرها هي، وتغادر من هناك.
ثم ماليشكا ترى أيوش قادما وتختبئ منه. أيوش يقرر التحدث إلى ريشي، بينما تعتقد ماليشكا أن عليها أن ترسل لاكشمي خارج المنزل قبل أن يتمكن ريشي من المجيء. وفي الأسفل الجدة تمنع لاكشمي من مغادرة المنزل. تطلب الجدة من لاكشمي البقاء هنا وتقول أنها لن تتنفس إلا إذا كانت هنا. تحاول نيلام إقناع الجدة بالسماح للاكشمي بالمغادرة وتقول أن العائلة ستكون بخير حتى بدونها. يتدخل فيريندرا ويقول أن لاكشمي صنعت هذه العائلة، ويقول فقط بعد أن جاءت لاكشمي عادت هذه العائلة إلى الحياة. تشعر نيلام بالإهانة من كلمات فيريندرا. من جهة أخرى أيوش يأتي إلى الغرفة ويسأل ريشي لماذا لا يمنع لاكشمي من مغادرة المنزل، وأيوش يسأله عن سبب طلاقهم. يكاد ريشي يخبره بالسبب، ولكنه يتوقف ويغطيه قائلا أن رحلتهم حتى هنا فقط. وريشي يطلب من أيوش الذهاب إلى لاكشمي والاعتناء بها. ثم لاكشمي ترى أن ريشي لن يأتي ليوقفها وتغادر قصر أوبيروي. بينما تقول ماليشكا أخيرا غادرت لاكشمي هذا المنزل، وتقول الآن أنها سوف تحل محلها، وأنها ستقوم بدور الكنة كزوجة ابن هذا المنزل الجديدة. كاريشما تغلق الباب الرئيسي، بينما أيوش يطلب من ريشي أن يأتي معه ليوقف لاكشمي. ريشي يقول له أن علاقتهم قد انتهت. وتطلب الجدة من فيريندرا الذهاب وإيقاف لاكشمي. يقول فيريندرا أنه إذا أوقفها الآن فهو يشعر أن لاكشمي لن تتوقف هذه المرة، ويغادر من هناك. كاريشما ترش الماء المقدس في جميع أنحاء المنزل بينما تغادر لاكشمي المنزل. ثم ريشي وأيوش يأتون إلى الطابق السفلي، وأيوش يسأل أمه أين هي لاكشمي. تقول كاريشما أن لاكشمي غادرت هذا المنزل، ويعتقد ريشي أن لاكشمي غادرت دون أن تنتظره. كاريشما تقول لريشي أن لاكشمي أدركت أنها ارتكبت خطأ وتلقي باللوم على لاكشمي في حادث كيران. ريشي يقول أن لاكشمي بريئة ويغادر من هناك، بينما يأتي فيريندرا خلف لاكشمي ويسألها ما سبب مغادرتها المنزل.